والآن للأسف طبعا أنا متأكد الآن أن كل واحد منكم ومنكن سيقول يا حسرة، يا حسرة علينا كمسلمين، اليوم فعلا عمدنا أنفسنا، عمدنا صورتنا، صورة الإرهابي القتال الذي يفجر نفسه، يفجر البراء، يفجر الأبراج، والسبوي هذا الجاهل المجنون. إيه للأسف فعلنا هذا. تعرفون لماذا؟ لأن هؤلاء الذين يقتلون ويفجرون لم يفهموا شيئا، لم يدرسوا الإسلام، لم يعرفوا، لم يعلموا، لا يعرفون شيئا. تعصب ذميم كتعصب الصليبيين هنا في العصور الوسطى أيها الإخوة، مستعد أن يقتل وأن يقتل وأن يذبح وأن يذبح من غير أن يفهم لماذا، ويقول لك الله يريد هذا، نصرة للنبي، نصرة للإسلام. أنت لا تفهم شيئا، أنت دمرت صورة الإسلام، شوهت هذا الدين العظيم. هذا الدين العظيم عنده قدرة أن يدافع عن نفسه أيها الإخوة، طبعا بمنجاة بمبعد بعيدة، بعد الفلك عن الأرض، عن هذه الأعمال الهمجية الوحشية، أعمال القتل والذبح والتدمير والتفجير. ماذا؟ والكره، كره الآخرين، كره العالم، حتى كره النفس، كره الذي لا يتطابق بالكامل معي. شو هذا يا أخي؟ أي إسلام هذا؟ لا لا لا، الإسلام لا يحتاج لهؤلاء، هؤلاء يحتاجون أن يتعلموا فقط. لكن للأسف كما نقول دائما، وهذا يغضب بعض الناس الذين يظنون في بعض الدعاة والعلماء أنهم يعني رموز كبيرة مقدسة. لا لا، لم يتعلموا، لأن الذين يعلمونهم لا يعرفون أصلا. ضعف الطالب والمطلوب، فاقد الشيء لا يعطيه. هذا الإسلام أيها الإخوة كما كان يقول محمد فريد وجدي العلامة المصري الموزوعي، أعظم وأجل من أن يؤخذ عن أفواه الحمقى والمغفلين. لا ينبغي لكل أحد، لكن نحن في عصر السماوات المفتوحة، نحن في عصر النت والفضائيات، كل أحد يستطيع أن يتكلم وأن يدعي أنه وكيل على الإسلام وأنه يفهم وأنه يعرف وأنه يفتي. هذه مصيبة بحد ذاتها، لكن ماذا نفعل؟ ضريبة الحرية. لكن على الذين يعرفون أن يتكلموا وعلى الذين لا يعرفون أن يتعلموا، ببساطة حل بسيط وسهل، نسأل الله أن يلهمنا تطبيقه بعد فهمه وحفظه.